السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم متابعينا الكرام. عاجل لاعب المنتخب الوطني الجزائري مهدد بالسجن ب7 سنوات. لهذا السبب لنتابع التفاصيل واضغط لايك للفيديو ليصلكم كل جديد. أثار منشور التضامن الذي وضعه الدولي الجزائري يوسف عطال عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي ردود فعل متباينة، وهاجم أغلب رواد مواقع التواصل الاجتماعي من جمهور المنتخب الجزائري يوسف عطال. ووصفت الجماهير الجزائرية رسالة الاعتذار التي نشرها يوسف عطال بمثابة إهانة وعدم ثبات في موقفه. وتحركت الاتحادية الفرنسية لكرة القدم حيال المنشور الذي وضعه عطال عبر ستوري حسابه الرسمي على فيسبوك. وحسب جريدة ليكيب الفرنسية، فقد فتحت مسؤولو الكرة الفرنسية تحقيقاً في القضية، وأكدت وسائل الإعلام الفرنسية أن اللاعب مستدعى للمثول أمام لجنة الانضباط التابعة لها للدفاع عن موقفه حيال القضية. وكشف موقع نيس ماتان الذي يهتم بشؤون المدينة الفرنسية بأن المدعي العام في نيس وصله إبلاغ بالقضية. وأضاف المصدر ذاته أن الظهير الأيمن الجزائري يواجه عقوبة السجن قد تصل ما بين 5 إلى 7 سنوات. وأثار منشور يوسف عطال ضجة كبيرة في فرنسا، وهو يدعو فيه الله أن يرينا في اليهود يوماً أسود.